يا صباح الخير والتفاؤل، يا صباح الرضا بالمقسوم والمقدر، يا صباح كل حاجة حلوة في حياتنا. ربنا يراضيكم ويرضى عنكم ويرزق كل مشتاق يا رب، يا رب بالذرية الصالحة. يا رب ارزقهم من واسع فضلك عاجلا غير آجل. يا رب أقر أعينهم بطفل سليم معافى، ويساعد كل أم وأب على تربية عيالهم يا رب، ويهدي أطفالنا جميعا يا رب يا رب. كوكو كان بيمس عليكم بروتين خفيف بعد المدرسة. أنا دايما بحب أعمل نص الأكل بالليل، وباقي الأكل تاني يوم لما أرجع من المدرسة. يعني يبقى طازة للعيال. النهاردة كان عندي حتة فرخة مسلولة مشلولة، كل حاجة فيها صنطوطة كده وحلوة. معرفش مالها، يعني أنا أكلت على قد ما أقدر وسمنتها وعمالة اديها وكلبظها، مفيش فايدة. بس يلا الحمد لله. عملت معاها طبيخ أكل العادي بتاعنا احنا. بصوا شايفين شكلهم عامل ازاي؟ يانا لا وايه، والفريق بتاعهم سمر مني في الحله وانا بحمره. الحمد لله. اللي معاه كوكو ربنا يرزق الناس جميعا يا رب يا رب، اللهم امين. مش هيعرف يعمل منه حاجه يا جماعه مش هيعرف يعمل منه حاجه، وخاصه لما يكون بيتطوع من نفسه وما شاء الله بيساعد. يعني المساعده دي حاجه تاني ربنا يبارك لنا في اولادنا جميعا يا رب. ده كان غدا، انا كملته تاني يوم بعد المدرسة على السريع. بطاطس والفرخة بتاعتنا المشلولة دي. وبعد كده بالليل بعد ما خدنا ريستنا، بس يا ماما بس يا حبيبتي، بعد ما خدنا ريستنا وسكرنا وتعشينا وكله، لا انا باخد بعد كده ايه، بخلي العيال تخلص اللي وراها وببدأ ايه الجزء التاني من يومي. آه بس يا بابا بس حبيبي، انا بعد رجوعي من الشغل العمل يعني من المدرسه، انا بشوف كل طلبات البيت، الحاجات العاديه اللي الواحد بيعملها. وبعدين بتيجي وقت المذاكره، يقعدوا في فوضى بيذاكروا مع بعض، حاجات بسيطه ممكن اوريها لهم خليهم يشوفوها. وبعد كده اخد جزء من الشقه، كل يوم جزء حته بعملها. تنظيفه عميقه ليه؟ علشان بتسهل عليا. لكن انا اجي اقلب كل حاجة في يوم واحد، وانا عندي بيت وبيبي صغير وموظفة، واطلع اليوم وبدخل، لا. يعني انا النهارده انا مسحت الارض، قبل كده اخدت السرير بتاع ابني الكبير. يوم هاخد السرير التاني اللي انتوا شايفينه ده لسه هيتنضف في يوم تاني. ماشي هو مترب، ماشي انا شفته، ولسه هيتنضف في يوم تاني، وهكذا كل يوم جزء. انا طبعا الحيطان عندي ما بعملهاش علشان دي بطانة لسه، ربنا يوسع علينا وعليكم ان شاء الله ويدينا الرزق الواسع. ولونها ادعوا لي يا بنات اني بلونها. بس ده كان غسيل انا نشرته. بس ده انا تاني يوم انا رجعت من المدرسة كنت غسلاه ومجهزاه. اول ما رجعت نشرته طوالي، وده كان روتيني.